السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة مهم لأن احنا هنعمل فيه مشروع كامل على الانديزاين، وإن شاء الله إن الفيديو ما يتعداش النص ساعة، الساعة إلا تلت بالكتير خالص. ففيديو النهاردة مهم، هنشرح على انديزاين 2023. اللي عنده أي إصدار من بعد 2019 مفيش أي مشاكل في ده، يعتبر هيكون نفس الشرح أو نفس الأدوات بالظبط، ولكن في اختلاف بس التفاصيل بتاعة الواجهة، فده مش هيفرق كتير يعني. عموما الفيديو هيكون ماشي بالترتيب من اول انشاء الكتاب والصفحات والماستر والكلام ده كله، وده شرحناه في الفيديو اللي فات. اللي ما سمعش الفيديو اللي فات هيظهر لك في حرف الاي، وهيكون متثبت في اول تعليق شارحين فيه برضو اضافات، هو يعتبر اساسيات، ولكن النهارده احنا هنعمل مشروع بشكل عملي. تمام. فقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وتتأكد انك تكتب تعليق، والاهم من كل ده انك تدعي لي ان انا اعدي الفترة دي على خير. خلينا نبدأ في فيديو النهاردة على طول. هنبدأ طبعا ان احنا ننشئ الملف بتاعنا من خلال نيو فايل، ولما بندوس على نيو فايل بتظهر لنا النافذة دي. طيب في ناس ما بتظهرش معاها النافذة دي، ودي بتكون مشكلة في تثبيت البرنامج. طيب احنا مش عايزين لسه ان احنا نلغي تثبيت البرنامج ونثبته تاني، او عملنا كده والمشكلة ظاهرة عندنا. احنا كل الموضوع ببساطة بنروح على edit، بعد كده بريفرنس، بعد كده جنرال، بعد كده بنختار يوز ليجاسي نيو دوكيمنت دايلوج. تمام، اللي هو طبعا الاختيار ده بنفعله اوكي، وبنرستارت البرنامج، بيفتح معانا النافذة دي، وبنبدأ نختار إعدادات الكتاب، ولكن هي ظاهرة معانا. فاحنا هنبدأ طبعا ننشئ الصفحة بتاعتنا أو المجازات بتاعتنا اللي هي A4. تمام، أو حسب المجال اللي أنت هتشتغل عليه، ولكن في الأغلب طالما أنت بتنشئ كتاب أو مجلة فبتكون A4. تمام. طبعا احنا مش هنتكلم في فنيات الطباعة لأن ده مش مشروع هيطبع، ده هيكون مشروع، وده طبعا الأغلب مع الكل، ان هو مشروع طبعا ممكن تشاركه على الموبايل، او ان هو مثلا يعني هيتم بشكل الكتروني اكتر. تمام. طبعا احنا بنروح على برنت. لو الاي 4 مش ظاهر معاكم في الريسنت، لو انتم مش ما اشتغلتوش على البرنامج قبل كده، بنروح على برنت بنختار اي 4. تمام، ولكن قبل ما نختار، قبل ما ندخل على الاعدادات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، فهشرحها سريعا. في اسلوب عايزكم تتبعوه. الاسلوب دوت ان احنا بيكون عندنا ملف، تمام، زي الملف ده. انا عندي الملف ده كنت عامل فيه الغلاف. تمام، اللي هو الغلاف طبعا الفريم بتاع الغلاف، وعامل فيه كمان الفريم اللي هو بتاع الصفحات. تمام. عملته ازاي هشرح لكم سريعا على الالستريتور. احنا عندنا على الالستريتور طبعا نفس الموضوع، بندوس كرييت نيو، بعد كده بنختار المقاس بتاعنا E4. تمام. هنا بنختار طبعا بيكسل و RGB، وبعد كده ممكن نعلي طبعا البي بي اي، اللي هو مش عايزين نشرح في فنيات الصراحة، ولكن ممكن نخليه 72 لان هو كده كده تصميم وهيتحول سي ام واي كي لو اتطبع، ولكن في الاغلب اللي بيتعرض على الشاشات بيكون 72 بي بي اي. تمام، اللي هي البيكسل بير انش. تمام. فهنخليها 72 زي ما هي، مفيش اي مشاكل في ده، وهنبدأ ان احنا نعمل كرييت. تمام. لما انت بتعمل كده بتظهر معاك النافذة بالمنظر ده، تبدأ ان انت تعمل التصميم بتاعك. مثلا نفترض ان هو هيكون بالشكل ده. تمام، نفترض ان الفريم هيكون كده. تمام، كمثال طبعا. ونبدأ ان احنا مثلا نغير اللون عشان الدنيا تكون واضحة معانا. تمام، نبدأ نغير اللون نخليه نفس اللون. تمام، ده نعتبره الفريم بتاعنا. احنا عملنا الفريم ان هيكون ان هو يمسك اول الصفحة من هنا واخر الصفحة من هنا. تمام. طيب احنا بنصدر الشكل بتاعنا ده ازاي؟ بنروح على فايل، بعد فايل بنختار اكسبورت، بعد كده اكسبورت از، بعد كده بنختار يوز ارت بورد عشان يحدد لي اللي في مساحة الارت بورد. الارت بورد اللي هي مقاس الورقة الاي 4. تمام، اللي هو الحدود السوداء اللي هنا. تمام. تمام. لو عملت شوز ارت بورد هيطلع لي الحواف الزياده، اللي هي الزياده اللي بره اللي انا بحدد عليها بالسهم دي. فبنعمل يوز ارت بورد، بعد كده من جي بي اي جي بنختار بي ان جي. تمام، وبعد كده بنروح على الديسكتوب وبنعمل اكسبورت او المكان اللي احنا عايزين نعمله. هنا زي ما انتم ملاحظين في الريزوليوشن بيقول لك ان انت اخترت 300 بي بي اي، وهنا
بيقول لك ان الصورة هتطلع شفافة. تمام، احنا مفيش مشاكل في ده اللي احنا عايزينه فعلا. تمام. لكن لو اخترت جي بي جي مش هتطلع معاك شفافة، وهتطلع بالخلفية البيضاء. هو مش هتفرق كتير، انت كده كده هتكتب على خلفية بيضاء، ولكن ده مش صح. تمام. انت شايف ان هي مش هتفرق، ولكن ده مش صح. انت لازم تبدأ المشروع يكون صح من الاول، عشان ما يحصلش معاك اي مشاكل. طيب انا لو عايز مثلا عملت عناصر معينة، عنصر كده في نص مثلا التصميم عايز اعمله، مثلا جيت في العنصر ده، رحت دوست حرف تي عشان طبعا اجيب الاداة اللي بكتب بيها. تمام. او حددتها من هنا، ورحت كاتب هنا مثلا اي كلام. تمام. وعايز انا اصدر المربع ده اللي فيه اي كلام، هعمل ايه؟ هروح عليه كده احدده. تمام. بعد كده كليك يمين، بعد كده بختار هنا اختيار اسمه اكسبورت سيلكشن، يعني هي اكسبورت اللي انت عامل له سيلكت بس. تمام. تدوس عليها، وبعد كده بيظهر لك هنا بالمنظر ده اعدادات اكسبورت للعنصر نفسه. ده هنستخدمها في الازرار، وهنستخدمها طبعا في العناصر اللي احنا هنبدأ نحطها في التصميم بتاعنا. تمام. طيب بعد كده انت بتعمل اكسبورت، بعد كده بيقول لك ان انا عملت لك اكسبورت ليها، وبيفتح لك طبعا الملف. تمام. هنا عمل لي اكسبورت طبعا لايه؟ للمربع نفسه اللي فيه الكلام، وظهر معايا بجودة ممتازة، ما فيهاش اي مشاكل. تمام. فده كده سريعا ازاي عملنا الغلاف، وازاي طلعنا العناصر اللي هنستخدمها والفريم والكلام ده كله. تمام. انتوا هتصمموا الغلاف ازاي؟ يعني انا مثلا عندي، لو خدت الريكتانجل ده وعملت زاوية هنا مثلا، وعملت مثلا زاوية تحتيها هنا، يعني الشكل اللي انتوا عايزينه. تمام. او مسكت البين تول مثلا ورسمت بيها، لو رسمت على ورقة خارجية مثلا شكل تقريبي للغلاف، ودخلت الصورة مثلا من فايل وبليس. تمام. واخترت الصورة اللي انا عايزها حطيتها هنا، ورسمت عليها بالبين تول. فدي امور سهلة، وبترجع حسب استخدامكم وحسب المشروع بتاعكم. تمام. فده كده يعتبر الجزء الاول من شكل الكتاب اللي احنا هنبدأ نعمله ان شاء الله. هنبدأ ان احنا نتكلم في الاعدادات بتاعتنا سريعا. انا عندي هنا ال A4. طبعا لما رحت على برنت اخترت المجاز بتاعي A4. خلينا بس نعدل اليونت بتاعتنا في الاول، احنا هنشتغل سنتي. تمام. وبعد كده بنحدد الاسم في الاول برضو، بنخليه مشروع مثلا، عشان كل ده يكون منظم معانا، وده بيسرع من الشغل فعلا. يعني في ناس اعتقد كانت بتكتب اي اسم بتبدأ اللي هو بالانتايتلد والكلام ده، ولكن بيكون صعب عليهم ان هم يتعاملوا مع الملف بعدين. تمام. فاحنا لما نكون منظمين شغلنا في ملف، وبعد كده او عفوا فولدر بمعنى اصح، او مجلد، وننظم فيه الغلاف، وننظم اسم المشروع بتاعنا، والتعديل الاول التعديل التاني، كل ده بيسهل علينا الشغل في الاخر. تمام. هنسمي طبعا المشروع بتاعنا مشروع الكتاب، ونكتب طبعا 01 على اساس ان ده اول دخول لينا على الملف ده. بنبدأ ان احنا نشرح سريعا. انا عندي هنا ده الطول في العرض، وعندي هنا دي الوحدة اللي انا بستخدمها، وبنحدد سنتي اكيد. وبعد كده عندي الاورينتيشن، اللي هو طبعا الصفحة هتكون بالطول ولا بالعرض. تمام. احنا هنعملها بالطول اكيد، او حسب طبعا ما انت عايز. عندك طبعا هنا اللي هو الاتجاه، يعني بمعنى صح. عندك هنا البندنج او وجه الصفحة هيفتح منين، من اليمين ولا الشمال، فتحة الكتابة هتكون ازاي. دي بتحددها على اساس ايه؟ على اساس ان انت هنا بيقول لك ان دي رايت تو ليفت، والناحية التانية دي ليفت تو رايت، حسب ان انت اللغة اللي انت شغال بيها. احنا شغالين عربي، فاكيد بنختار رايت تو ليفت. طيب عندي موضوع تاني مهم، هو الفيسنج بيجز. ده طبعا بيقول لك اللي هي الصفحات المتقابلة. يعني ايه صفحات متقابلة؟ يعني بيكون عندي الصفحات مزدوجة زي المجلات او الكتب، يعني الصفحتين في وش بعض. تمام. فاحنا مش هنعمل كده، احنا عايزينه صفحات فردية. تمام. لان ده طبعا هيشتغل او هيتفتح على الموبايل، ومش طباعة. تمام. هنا بيقول لي عدد الصفحات اللي انت عايزها. انا عن نفسي هحدد 50 صفحة، ودي طبعا بترجع لكم. وعادي على فكرة لو عملنا مثلا 50 صفحة واحتاجنا ان احنا نضيف صفحات تاني، مفيش مشاكل في ده. تمام. بنبدأ ان احنا نعمل insert page في طبعا الصفحات عندنا، او ان احنا كمان نحذف منهم. فدي مش المشكلة اللي ممكن ان احنا يعني ان احنا ناخد بالنا منها في الاول. تمام. لان في ناس كانت بتسألني، طب انا لو عملت كتاب 50 صفحة مثلا، او مثلا نفترض اي عدد من الصفحات، وعندي محتوى لسه عايز اضيفه، او نسيت مثلا اعد صفحات الغلاف والصفحات بتاعت معلومات الكتاب وكل ده،
فعادي مفيش مشاكل، بتدخل تعمل انسيرت على العدد اللي انت محدده من الاول. ولكن المهم ان انت بتبدأ تعد منين. احنا بنعمل ان هنا الستارت ده بداية ترقيم الصفحات من رقم واحد. تمام. لو عايز تعد صفحة الغلاف، هتعمل ان هو يبدأ يعد من اول صفحة من ضمن ال50 اللي انت حطيتهم. طب لو مش عايز تعد صفحة الغلاف، عادي مفيش مشاكل، بتبدأ ان انت تخلي الستارت يبدأ يعدل لك من 2، لان ده بداية ترقيم الصفحات من الرقم، وتبدأ تحط الرقم اللي انت عايزه. احنا هنخليها واحد طبعا، مفيش اي مشاكل، وانتوا زي ما بتفضلوها عادي برضو مفيش مشاكل. البرايمري تكست فريم اطار النص الاساسي. يعني ايه اطار النص الاساسي وليه مش مفعل؟ يعني انا هنا عندي لو انا مش مفعله ان مش هيتم انشاء اطار نص تلقائي في كل صفحة. يعني انت لما ما تفعلش ده، كل صفحة تدخل عليها هتكون فاضية ما فيهاش اطار تحط فيه النص بتاعك بشكل تلقائي. حبيت اوضح لكم الجزئية دي بالنسبة للبرايمري تكست فريم، ان بعد ما بتختارها مش بتعرف تلغي تفعيلها من فايل ودوكيمنت سيت اب. تمام. فما تفعلهاش لو انت طبعا حابب تكتب بشكل كامل، يعني تاخد كنترول A مثلا نص كامل وتنزله من اول الصفحة 2، لان هيبدأ يعد معاك من اول الغلاف حسب ما تحددها طبعا. عندي الأعمدة اللي هي طبعا لو انا هضيف اعمدة، وعندي تحت هنا الهوامش، وبعد كده عندي الريفيو طبعا، اللي انا بحدد هنا لو اخترت الاختيار ده فهو بيبدأ يعرض لي كل التعديلات اللي انا بعملها بشكل مباشر على الصفحة بتاعتي. تمام. فاحنا طبعا يعتبر كده خلصنا، مش هنعمل هوامش لان زي ما اتكلمنا عن فكرة ان ده مش هيطبع فعلا. الهوامش انت بتستخدمها عشان الصفحات بتاعتك ما يتاكلش منها اثناء الطباعة. تمام. فانت بتبدأ ان انت تعمل هنا مثلا مسطرة. تمام. او بتعمل زي في طباعة البنرات بنسيب حاجة اسمها مسافة امان. تمام. بتحط مثلا سنتي او 2 سنتي من كل اتجاه في الطول وفي العرض، على اساس ان الاتجاه ده الخط ما يتعدهوش فيتقطع او في تانية الكتاب ما يظهرش. تمام. اخترنا الاعدادات بتاعتنا وحددنا 50 صفحة وهنعد من واحد وظبطنا كل الاعدادات. بنبدأ ان احنا ندوس على كرييت. تمام. هيبدأ ان هو يكريت معانا المشروع مفيش اي مشاكل. هنبدأ ان احنا نحاول نكستمايز الواجهة بتاعتنا على اساس الموضوع يكون مترتب بالنسبة لنا. الصفحات دي هنطلعها لقدام شوية، ودي برضو ترجع لكم الخطوة دي، يعني مش الأساسية بالنسبة للكل. تمام. وهنبدأ ان احنا نحاول نظبط الشكل شوية. تمام. وخلينا هنا الصفحات فردية. طيب احنا ممكن لو عملناها زوجي مفيش مشاكل برضو. تمام. يعني خليني برضو اوريكم الموضوع ده هيتم ازاي. انا لو رحت عملت دوكيمنت تاني وبنفس الاعدادات بتاعتي رحت عامل فيسنج بيجز واخترت كرييت، هيبدأ ان هو يخلي لي الموضوع بالشكل ده. تمام. هو اسهل ليا في الشغل، ولكن انا مش هصدره كده. انا لما ادوس فايل بعد كده ادوس اكسبورت. تمام. وبعد كده اعمل بي دي اف، واحنا كمان هنشتغل على الانتر اكتيف بي دي اف. تمام. وبعد كده نعمل سيف، وبعد كده نروح هنا على شكل الصفحات. تمام. هنعمله بيجز. تمام. لما اعمله ان هو يطلع صفحات مش سبريدز، فهو يطلع لي صفحة صفحة. تمام. ولكن انا عملتها ليه هنا صفحتين عشان يكون اسهل بالنسبة لي في الشغل ان انا شايف الصفحة دي وشايف الصفحة دي. تمام. فخلينا نختبرها كده مع بعض ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. المفروض طبعا هو هيصدر صفحات فاضية. تمام. صدرها طبعا بالطول زي ما هي. تمام. طيب لو احنا مثلا عملنا اكسبورت ورحنا اختبرنا الموضوع من غير ما نحدد ان هو يعمل لنا بيجز. تمام. خليناها سبريدز وعملنا اكسبورت، هيظهر لنا طبعا الكتاب بالشكل ده، ان في ايه، الصفحات مش منسقة. هو طبعا المفروض دي مقسومة صفحتين. تمام. ولكن هو عشان ابيض والتانية ابيض فهو مش مطلع لي الحافة دي، لان الحافة دي البرنامج هو اللي بيكون عاملها، الخط الابيض اللي في النص. تمام. ولكن الصفحة دي بيضة والصفحة دي بيضة. انا لو حطيت تصميم على الصفحة دي وتصميم على الصفحة دي هيظهروا دول صفحتين جنب بعض. تمام. ممكن تختبروا الموضوع ده. فاحنا في الاكسبورت بنختار بيجز. تمام. على اساس ان انا يظهر لي اكون انا هنا شغال والدنيا مريحة بالنسبة لي، ولكن يظهر لي في الاكسبورت الصفحات تحت بعض. تمام. حسب العرض على الموبايل. فموضوع الفيسنج ده يعني ممكن ان احنا
لو عملناه في الاول خالص ان احنا عادي إن ممكن نشتغل عليه مفيش مشاكل، لان بيكون اسهل لينا في موضوع الترقيم وموضوع التصميم. حبيت اوضح بس النقطة دي لان النقطة دي مهمة في موضوع الشغل وبتسهل علينا الشغل عموما. نبدأ ان احنا نشتغل بشكل عملي في الكتاب بتاعنا بعد طبعا ما عملنا الغلاف. هنروح على الصفحة الاولى، تمام، وندوس كنترول دي او فايل وبنختار بليس. بعد كده احدد الغلاف اللي انا عملته، تمام، اروح على اول الصفحة من هنا واحدد. وهنا التحديد بيكون معايا بشكل سهل شوية، لان هنا انا لما بحدد هو بيمسك في الصفحة لوحديه او بيمسك في المجاز بتاع الصفحة لوحديه، تمام. فهنا بحدد طبعا الغلاف بتاعي، مفيش اي مشاكل في ده. ومش هنبدأ نستخدم الماستر على اول صفحة عندي في الكتاب، لان فكرة الماستر او فكرة البيرنت، والماستر اتسمى بيرنت في الاصدارات اللي بعد 2022 لان شركة ادوبي شافت ان هو مصطلح فيه شمول شوية للاعدادات او الخصائص بتاعة الماستر، تمام. فانا حبيت اوضح ده عشان هو ظاهر عندي هنا ايه بيرنت عندكم، او تحت الاصدارات اللي تحت 2023 هيظهر باسم ماستر، تمام، ولكن هو نفس الوظيفة مفيش اي مشاكل. المهم طبعا انا عندي في الفكره بتاعت الماستر او البيرنت ان انا عندي صفحتين، تمام. الصفحتين دول معناهم ان انت اي تعديل هتعمله هنا او اي اضافه هتعملها هنا او هنا وعايز تطبقها على عدد صفحات معين، اذا كان 100 200 300 400 صفحه هيتطبق مفيش اي مشاكل، تمام. اذا كان ترقيم، اذا كان فريم، اذا كان لوجو، ايا كان، لو عايز تعمل حاجه على عدد صفحات كبير بسرعه وتتحكم فيها من مكان واحد، والتحكم ده يتم بنفس الاعدادات على كل صفحات، فلازم ان انت تعمل بيرنت او ماستر. انا عندي هو عامل لي واحد تلقائي هنا، تمام. هنبدا ان احنا نضيف فيه الفريم زي ما اتعلمنا ان احنا بنضيف طبعا الصور في الانديزاين من بليس او كنترول دي. بنحدد الفريم بتاعنا، بنروح على اول الصفحة، تمام، وبنختار طبعا ان احنا نحدد الفريم على المقاس بتاعه المظبوط، تمام. وبينزل معايا الفريم على الصفحة دي، تمام. احنا عايزين ننقل الشكل ده للناحية التانية، مش لسه هنعمل فايل وبليس وكنترول دي والكلام ده كله. هندوس على الالت وهنشد الصفحة بتاعتنا او الفريم بتاعنا بالشكل ده. بعد كده الشكل اللي ظهر معايا مش هينفع، تمام، لان انا حاسس ان الصفحة دي زي الصفحة دي بالظبط. فلو انا شغال بيجز او سبريدز طبعا زي ما اتكلمنا من شوية، الشكل مش هيكون مناسب في الاتنين عموما. حتى الشكل وانت شغال مش مناسب معاك، تمام. بنروح نعمل كليك يمين، ترانسفورم، بنختار فليب هوريزونتال. بعد كده بناخد الصفحة دي نحطها بالشكل ده عندنا هنا، فبيكون الموضوع منسق معايا بشكل كامل، تمام. ببدأ ان انا طبعا اطبق الشكل بتاع الفريم ده على كل الصفحات اللي عندي لحد الصفحة 50. طب انت شرحت لنا ان لما بنعمل ماستر، الماستر بيتطبق تلقائي على الصفحات. طب ليه ده ما اتطبقش تلقائي على الصفحات بتاعتنا؟ لان انت الماستر ده ما حددتش انت هتابلاي الماستر ده على كام عدد من الصفحات، او على عدد ايه من الصفحات تحديدا. فهنا بيقول لك الماستر اللي هو الايه هيتطبق على ايه من الصفحات بتاعتك، اللي هي طبعا عدد الصفحات اللي انت ضايفه. انا هقول له طبق الماستر ده او عفوا البيرنت ده من 2 ل 50. انا متعود على كلمه ماستر لان في الفيديو اللي فات وفي كل شرحي في الانديزاين بنقول عليه ماستر. فانا هطبق الماستر بتاعي من او البيرنت بتاعي من 2، من صفحه 2 لصفحه 50. فبتبدا تدوس اوكي بشكل تلقائي، طبعا بيطبق معاك الماستر بالشكل ده، تمام. طيب الافضل ان احنا نبدا دلوقتي في الترقيم على نفس الماستر ولا احنا نعمل ماستر تاني؟ هو الافضل انك تعمل ماستر تاني او بيرنت تاني. فبتدوس كليك يمين في مكان فاضي هنا وبتختار نيو بيرنت او نيو ماستر، تمام. بيظهر معاك شويه الاعدادات البسيطه دي، بيقول لك طبعا ده الحرف بتاعه اللي هو يكون زي مثلا ايه ماستر او ايه بيرنت، ده هيكون بي. تبدا ان انت تحدد الاعدادات دي ان هو هيبدأ يكون مثلا احنا عايزينه يكون صفحتين جنب بعض زي ما احنا عاملين. وطبعا دي المجاسات. فبنحدد اوكي على طول، وبنبدأ ان احنا نروح على الصفحة دي ونبدأ ان احنا نحط الترقيم بتاعنا. بنبدأ ازاي نعمل الترقيم؟ بندوس على حرف التي او بنختار طبعا التايب تول، تمام. بنختار طبعا الأداة بتاعتنا وبنحدد طبعا في النص، تمام. بناخد الشكل ده نظبط في النص بالظبط لان ده طبعا هيكون مكان الرقم بتاع الصفحة، تمام. ببدأ ان انا اكتب واحد، ده غلط وده اللي معظم الناس بتعمله. لا، انت مش بتكتب واحد من نفسك، انت بتروح كليك يمين
وتروح insert special character، بعد كده بتختار markers، بعد كده بتختار current page number. تمام. طيب هو ظهر لي حرف البي، فين الرقم اللي هو هيعد من واحد؟ العد ده هيظهر لك في الصفحات لما تبدأ ان انت تطبق الماستر او البيرنت على الصفحات المعينة بتاعتك. كل اللي عليك ان انت تروح على حرف البي وتظبط الاعدادات بتاعته من ناحية الخط، طبعا هيكون حجمه قد ايه، او رقم الصفحة هيكون حجمها قد ايه. تمام. وتبدأ ان انت تظبط طبعا المجاز بتاع الخط. تمام. وطبعا عايزين احنا كده هنرقم بشكل فردي، لان انا كده طبقت الماستر ده او البيرنت ده على الصفحات اللي هتكون من على اليمين بس. تمام. طيب احنا عايزين ناخد برضو الحرف البي ده بشكل كده نسخ لصق يعتبر. تمام. من الت، وبنبدأ ان احنا نظبط طبعا المكان بتاعه. تمام. على اساس ان يكون ده زي ده بالظبط. وببدأ ان انا اطبق الماستر ده على الصفحات اللي عندي. هتبدأ تعد من كام؟ من 2، او هنا هنبدأ نعد من 1 عشان يعد معايا صفحة الغلاف. تمام. ولكن انا لو عديت من 1 هيكتب لي الرقم على الغلاف، فخلاص مفيش مشاكل، ممكن نبدأ نعد من 2 الى 50. تمام. هيبدأ يتطبق معايا بالشكل ده. طب لما انا عملت كده الغلاف اختفى، فحل المشكلة دي بيكون في ان انا برضو باخد الغلاف وبعمل ابلاي، وبرضو بقوله من 2 ل50. تمام. برضو عندي الرقم اختفى. دي المشكلة اللي كل الناس بتقع فيها. فبروح على البيرنت. تمام. ببدأ ان انا طبعا اختار الاوبشنز بتاعته. تمام. هنا كل الموضوع ان انت بتحدد هنا في البيزد اون بيرنت، انت بتخليه يشتغل مع البيرنت ايه. تمام. فبيبدأ ان هو يظبط الدنيا مع بيرنت ايه. فانت هتروح برضو على حرف البي ده. تمام. وبعد كده تعمل له ابلاي وتعد من 2 ل50، فيبدأ طبعا العد يشتغل معاك مع الغلاف بتاع الصفحة. انا بحاول برضه اكون معاكم في اي خطأ بيحصل، على اساس ان دي مشاكل بتواجه الكل، فاحنا بنحاول نحلها بشكل عملي اكتر مع بعض. هنبدأ ان احنا نتعامل مع النصوص بشكل سريع، وعندنا الشرح كله بيكون في اسلوب معين، والاسلوب ده ان انا بيكون عندي المحتوى كامل في ملف وورد، وانا ببدأ ان انا انزل المحتوى بالتنسيق بتاعه من كنترول دي او فايل بليس. بحدد طبعا المحتوى بتاعي، وبروح هنا على اول الصفحة اول ما المحتوى ينزل معايا. هنا بيقول لي ان انت عندك الخط ده في ميسنج فونتس، ده يعني مشكلة ان الخط ده انا مش لاقيه. تمام. لان الملف ده كان شغال عليه حد تاني غيري كان بيجهز لي المحتوى، فانا هقول له ريبليس فونتس، مفيش اي مشاكل. بروح على الخط اللي عليه المثلث، وبختار هنا في الفونت فاميلي، بحدد اي خط مفيش اي مشاكل في ده. وبعد كده بقول له تشينج اول، بيختفي طبعا المشكله اللي عندي، والميسنج فونتس بتكون هنا 0. تمام. ببدا ان انا ادوس دون، بيبدا ان هو يحدد معايا زي ما انتم شايفين على السهم كده، اللي هو بيحدد لي زي علامه فقرات. كل الموضوع ان انا بدوس شيفت بيظهر لي طبعا خط، اللي هو الخط اللي معمول بالشكل ده. تمام. وبروح من اول الصفحة من هنا حسب ما انا عايز احدد اول الصفحة يبدأ منين، وطبعا بدوس على شيفت وبدوس كليك شمال. طيب انا ليه حذفت كل الصفحات اللي انا كنت عاملها؟ ده توضيحا لميزة تاني في الانديزاين عفوا، ان هو لما انت بتعمل الطريقة دي هو بيكمل لك عدد صفحات حسب المحتوى بتاعك. يعني متشغلش بالك اذا كانت الصفحات كتير ولا الصفحات مش كتيرة. تمام. يعني متشغلش بالك بعدد الصفحات بالظبط، لان زي ما اتكلمنا في الاول خالص انا ممكن اعمل انسيرت ممكن اعمل ديليت ايا كان. تمام. فموضوع الصفحات ده مش لازم ان احنا نعمله بالظبط. فانا حذفت كل الصفحات اللي عندي عشان اوريكم الميزة دي بتحصل ازاي. لما انا هدوس هنا كليك شمال هيبدأ ان هو يحط لي المحتوى، ويبدأ ان هو كمان يزود لي عدد صفحات تناسب المحتوى بتاعي. تمام. تمام. انا ببدأ انسق الخط والفقرات، زي مثلا ان انا بدخل على الصفحة لو لقيت طبعا علامة مربعات كده فدي مشكلة في الخط نفسه. الحلو في الموضوع ان انت لما تدوس كنترول ايه بيحدد لك كل الخط اللي في الصفحات، فانت كل التعديلات
بتبدأ ان انت تعملها يعني بشكل مباشر على كل الخط اللي انت نزلته. يعني انا لو رحت غيرت الخط ده خليته مثلا في اي بي بولد، ده مش هيعترض ومش هيجيب مثلا مربعات او اي مشاكل. طب مثلا كلمة الدرس دخلت في الفريم هنا، عادي بتروح على التكست بوكس وتنزله لتحت شوية، وبتبدأ ان انت تنسق تنسيقات عادية في الخط طبعا بالباراجراف ستايل وبكل ده. تمام. احنا مش هنشرحه بالتفصيل لان التنسيق ده بيكون حسب ما انت هتعمل الكتاب بتاعك. يعني انا مثلا عندي كلمة حقوق الطبع والنشر، لما اشد كلمة حقوق الطبع والنشر دي لفوق شوية هنا مش هتتاكل، لا هتدخل على الصفحة اللي بعديها، فاهمني؟ طب انا عندي ايرور تحت هنا، احنا عايزين نطلع الكتاب بتاعنا من غير ايرورز، ده هندخل على الاوفر سيت فريم او اوفر سيت تكست، وبعد كده هنشوف المشكلة في ايه. هنا بيقول لي المشكلة في اخر صفحة، تمام، اللي هي صفحة 24. بيقول لي لما انت ضفت كبرت الخط، فالخط مش عارف يتضاف في باقي الصفحات. تمام. وظهر لي مربع هنا لونه احمر، المربع ده معناه ايه؟ معناه ان انت ينفع تعمل عدد صفحات. انا هعمل انسيرت هنا، هقول له مثلا انسيرت 20 صفحة، تمام، يعني احتياطي، وطبعا هتكون تبع انها ماستر، هنخليها زي ما هي، وهتكون بعد الصفحة افتر بيجز 24. تمام. هيبدأ ان هو يعمل انسيرت لباقي الصفحات. هبدأ ان انا ادوس على علامة الزائد، وابدأ ان انا برضو ادوس على الشيفت وابدأ اعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها. هيبدأ ينزل لي كل النص اللي باجي، وهيديني برضو نو ايرورز، يعني مفيش اي مشاكل عندي في موضوع تنسيق الخط. تمام. فكده الموضوع ده ماشي معانا تمام، مفهوش اي مشاكل. تمام. تنسيق الخط والكلام ده زي ما اتكلمنا فيه من شوية، فهو يرجع لك انت وبتظبطه حسب الكتاب وحسب المحتوى وحسب طبعا ما اتكلمنا في الجاستيفاي والتاب. يعني انا مثلا بنأكد تاني على الموضوع ده، انا عندي هنا مثلا خلينا نتكلم في الفقرة دي. تمام. ان انا هعمل لها جاستيفاي، والفقرة مثلا اللي بعديها مثلا زي موضوع مقاطع الفيديو دي، قلنا ما ينفعش نعملها جاستيفاي لان الكلمة هتتشد بالمنظر ده، مش هينفع، فبنرجعها تاني align right. وبنبدأ ان احنا ننسق حسب اللي احنا عايزينه. يعني الفقرة دي ممكن نمسكها كده ونعملها برضو justify، بتكون شكلها منظم ومرتب اكتر. تمام. حسب التنسيق ده بيكون برضو حسب الكتاب وحسب شغلكم وحسب انتوا بتستخدموا ايه فونت والكلام ده كله. تمام. انا طبعا عندي هنا الفونت او التنسيق نزل بتنسيق الوورد، فهو حسب برضو الملف اللي انتوا شغالين عليه، اذا كان ملف وورد انتوا منسقينه ولا لا، وعايزين تنسيقات الوورد تنزل ولا لا. فكل الموضوع ده برضو بيرجع لكم في موضوع تنسيق الخطوط. واضافة طبعا لموضوع تنسيق النصوص، فاغلب الناس بتعمل تكست عادي، تمام، وبيحددوا التكست في المكان ده. والافضل على فكرة في الكتاب مش الشكل اللي انا مختاره اللي هو الفريم ده، الافضل بيكون الفريم اللي هو واخد المكان اللي من تحت ده كده بمستطيل مثلا، وفي رقم الصفحة من على اليمين هنا ورقم الصفحة من على الشمال هنا، علشان يكون متناسق مع الخط، على اساس لو عملتوا الطريقة الاولى تنفع معاكم على طول وما يكونش فيها اي مشاكل ان الخط يطلع على الفريم. تمام. ولكن انا حسب اللي انا هعمله فده مناسب معايا الى حد ما. فانا عندي هنا بكتب مثلا اي خط، تمام، او بكتب اي محتوى ومفيش اي مشاكل، بعدل فيه وبظبط الاعدادات بتاعته وبنسق وكل الكلام ده. تمام. ولكن زي ما انتوا لاحظتوا هنا، انا لما رفعت او لما صغرت التكست بتاعي او التكست بوكس بتاعي، ايه اللي حصل؟ اداني ايرور لان في سطر نزل تحت او في سطر اختفى. فانا عادي انا بمسح سطر من هنا مفيش مشاكل. تمام. يعني السطر ما نزلش في الصفحة اللي بعديها زي اللي انا شرحته في الاول. تمام. تبدأ ان انت تعدل على الفقرة دي من لون ونصوص وخط وحجم وكل الكلام ده. بعد كده بتاخد الصفحة دي كده بألت، وتبدأ ان انت تنسخ باقي المحتوى بتاعك هنا. بعد كده تاخد الصفحتين دول كده وتنزل بيهم لتحت، وهكذا. تمام. فدي برضو بتكون طريقة سريعة واسهل معاك في موضوع نسخ النصوص. تمام. انا برضو مش عايز اتعمق في موضوع التنسيق والكلام ده كله، وفي يعني عدد كبير شرحه على اليوتيوب بالتفصيل وفيديوهات
يعني لا تتعدى ال5 دقايق، فبس عشان ما نضيفش كتير للفيديو وما يطولش الفيديو على الفاضي، وانا عارف ان اغلب الناس هتستخدم الطريقه دي اللي هي تكست ويملاه ويعدل على اول واحد، والتعديلات هتفضل تنزل على كل اللي هو بيضيفه. يعني انا لما اعدل في المربع ده واخد المربع ده كده كوبي وابدا اعدل بس الخط اللي فيه، فهيتعدل الخط بس، او عفوا هيتعدل المحتوى اللي داخل التكست بس، ولكن بنفس خصائص الايه اللي انا عملتها هنا في الاول. تمام. فبرضه بيكون الموضوع سهل معايا. ولكن انا لو عندي ملف وورد منسق وفيه المحتوى وعايز انزل كل المحتوى ده مره واحده، هعمل الطريقه اللي انا عملتها في الاول. ودي يفضل ان فريم الكتاب نفسه يكون مثلا زي ده. تمام. يعني زي الكتاب ده كمثال، ده طبعا الكتاب اللي احنا يعني ماشيين عليه كمثال من اول الفيديو. تمام. او اللي احنا يعني بنحاول ان احنا ممكن نعمل فكرة زي شايفين كده مدخل الى تكنولوجيا التعليم، شايفين الجزئية اللي تحت دي. تمام. هو هنا لو انا حطيت النص كله في المكان الفاضي ده مكان العناصر اللي هو حاططها، مش هيكون عندي مشاكل، لان ده جاي مستوي، مفهوش مثلا الكيرف اللي جاي اللي ممكن يعني ممكن ان هو يدخل على الكلام، او هيخليني ان انا احط الكلام في المنطقة اللي في النص بس وهسيب فراغ. الفراغ ده احنا هنحط فيه ازرار والكلام ده، وهنعمل تفاعل وهايبر لينك دلوقتي، ولكن انا حبيت برضه اوضح موضوع النص عشان يكون واضح بالنسبة للكل. تمام. فدي الطريقتين اللي ممكن نضيف بيهم المحتوى بتاعنا بسرعة وبتنسيق. وزي ما اتكلمنا كده ان احنا بنعمل جاستيفاي وتاب في الفقرات. تمام. في الفقرات مش في الكتاب كله. تمام. عشان ان احنا ننظم الكتاب بتاعنا وننظم الخط بتاعنا، هنبدأ ان احنا نضيف الازرار، ونبدأ ان احنا نضيف طبعا الهايبر لينك، وهنعمل اختبار. وكده خلصنا فيديو النهارده. هنبدأ ان احنا نشتغل على موضوع تنظيم الفهرست. انا عندي طبعا مثلا لو كتبت ان هنا الدرس الاول، هنا كتبت ان هنا الدرس التاني، تمام، هنا التالت، وبعد كده هنا عندي الدرس الرابع كمثال. طبعا انتوا عندكم هتنظموا المحتوى، هتكتبوا مثلا العنوان، او هنكتب بالدرس، او هنكتب بالعنصر الرئيسي اللي في اول الصفحة. يعني انا مثلا بدل الدرس الاول هكتب عندي هنا المقدمة. تمام. بعد كده هكتب العنوان التاني مثلا. تمام. حسب تنظيم الفهرس بتاعكم وحسب الكتاب، ولكن الفكرة واحدة. تمام. الفكرة واحدة اللي هي ايه، ان انا عندي في المحتوى او في الفهرس وانا بنظمه، ان انا بخلي المستخدم ان هو يوصل للعنصر ده بسرعة. ازاي؟ انا عندي الدرس الاول مثلا هنخليه يبدأ من الصفحة رقم خليه يبدأ من الصفحة رقم 10 مثلا. تمام. طيب انا عايز لما ادوس على رقم 10، او لما ادوس على الدرس الاول، يوديني لمكانه لاوله، لاول صفحة فيه. فعادي مفيش اي مشاكل في ده. بروح اختار رقم 10، او بختار الدرس عادي ايا كان ده او ده، وكليك يمين، وبروح هنا على هايبر لينك وبعمل له نيو هايبر لينك. بيفتح لي نافذة بيقول لي اعمل نيو هايبر لينك. طب انت هتربطها بايه؟ هو بيسألك هنا لينك تو يو ار ال، يعني هتربط ده برابط مثلا على النت هدوس عليه يفتح لي في المتصفح. لا، احنا عايزين نربطه بصفحة. تمام. بيج. طيب هنا بيقول لك ده الدوكيمنت اللي انت رابط فيه، ودي الصفحات. انا عايز اقول له مثلا ان انت هتروح للصفحة رقم 10. تمام. تمام. فهنا لما انا ادوس على رقم 10 كهايبر لينك هيوديني للصفحة رقم 10. تمام. تمام. وهنا هتلاقي ان هو اتفعل معاك الخط، حط لك خط تحتيه ان ده بيعرفك ان ده هايبر لينك. طب ينفع اعمل الكلام ده في النص؟ عادي مفيش اي مشاكل. هنخلي الدرس التاني مثلا بيبدأ من صفحة رقم مثلا 21. تمام. ونبدأ ان احنا نعمل هنا على الخط. انتوا هتحددوا طبعا، يا اما تعملوا على العنوان نفسه، ان انا ادوس على العنوان نفسه يوديني، يا اما ادوس على رقم الصفحة. تمام. تمام. نيو هايبر لينك، ونبدأ ان احنا نحدد هنا نكتب الصفحة بتاعتنا 21 ولينك تو بيج وصح. تمام. او اوكي، هيبدأ ان هو يتفاعل معايا مفيش مشاكل. طيب عايزين نختبر الموضوع ده ونجربه عادي مفيش مشاكل. بنروح على فايل وبنديله اكسبورت، وبعد كده واحنا بنختار هنا بنتأكد من حاجة ان احنا بنصدره بي دي اف. تمام. ولكن انا بصدره هنا انتراكتيف علشان يكون الكتاب تفاعلي، لان احنا لسه هنضيف فيه امتحان، وعشان الهايبر لينك يشتغل معانا من غير اي مشاكل. فنبدأ ان احنا نروح على الديسكتوب ونبدأ ان احنا نعمل سيف
للمشروع بتاعنا. وزي ما اتكلمنا ان احنا هنعمل سيف بيجز مش سبريدز، او حسب ما احنا عايزين. طبعا احنا قلنا السبريدز بتكون اللي هي الصفحه الفيسنج اللي هي بتكون اسهل بالنسبه لنا في الشغل، ولكن احنا عايزين نطلع الشغل ده يفتح على موبايل او استخدامه هيكون على موبايل، فبنعمله صفحات. انا اتكلمت على الموضوع ده اكتر من مره. وبنعمل اكسبورت. بنبدا طبعا ندخل على الكتاب بتاعنا. انا فتحت الكتاب طبعا في متصفح جوجل، لان هو الاضمن في ان انا اجرب بيه موضوع المحتوى بتاعي والهايبر لينك والكلام ده. طبعا لو مش عارفين فهو اتصدر عندي هنا. تمام. بعد كده اوبن ويز وجوجل كروم. تمام. تمام. طيب انا عندي هنا هدوس على رقم 10، هيفتح معايا زي ما انتوا شايفين الصفحة رقم 10. تمام. طيب هدوس على المحتوى تاني، وعايز ادوس على افتح الصفحة 21، هدوس على كلمة الدرس التاني. زي ما انتوا شايفين حدد هنا الصفحة 21، فانا كده الهايبر لينك بتاعي شغال. نبدأ ان احنا ناخد الفكرة البسيطة دي اللي انا شرحتها، ونبدأ ان احنا نعملها على الفهرس بتاعنا اللي هيتعمل بشكل كامل. اذا كنت هعمل الهايبر لينك على الدرس الاول والدرس التاني والتالت، او العناصر اللي انا بكتبها هنا اذا كانت مقدمة، او اذا كانت مثلا شرح العناصر كذا، او اذا كانت شرح كذا شرح كذا، او عناوين يعني الكلام اللي انا بشرحه، او رقم الصفحات. وانا صراحة بفضل رقم الصفحات، ولكن اعتقد المطلوب تسليمه طبعا هو ان احنا نحدد على العنصر نفسه. تمام. فده ببساطة شرح الهايبر لينك المطلوب استخدامه. هنبدأ ان احنا ننظم الازرار بتاعتنا، وازاي نخلي مثلا في ازرار تحت في الكتاب هنا، على اساس ان انا في اي صفحة ممكن اتقدم او ارجع للصفحة اللي انا عايزها، او مثلا ارجع للصفحة الرئيسية، او ادخل على الصفحة بتاعة المحتوى تاني. هنبدأ ان احنا نشرح التعامل مع الازرار، وان انا ازاي اعمل اختبار يكون فيه طبعا تفاعل وفيه تعزيز، ان لما الطالب يختار اجابة صح هتظهر له ان انت اجابتك صح، ولما يختار ان انت اجابتك غلط او يختار اجابة غلط يظهر له ان اجابتك غلط. زي المنظر اللي انتوا شايفينه بعد ما عملنا صدرنا الكتاب انتراكتيف. ولو ملاحظين فانا غيرت الفريم على اساس يكون متناسب مع الخط اللي انا هستخدمه، لان في ناس تاني لسه شغالة معايا على موضوع المحتوى. تمام. فانا عندي هنا ده السؤال بيقول لي اختر الصواب، وهنا يتعامل المعالج مع الهارد ديسك بشكل مباشر في التعامل مع البرامج والعمليات المستخدمة. ده غلط، لان المعالج بيتعامل مع الرامات بشكل مباشر، والرامات بتتعامل مع الهارد ديسك، لان زي ما انتم عارفين الرامات اسرع، والرامات البرامج بتشتغل فيها بشكل مؤقت. تمام. ولكن التخزين بيكون على الهارد ديسك. مش قصتنا دي، قصتنا ان السؤال الإجابة الصح بتاعته إن هو غلط، إن المعالج مش بيتعامل مع الهارد ديسك بشكل مباشر. فأنا إذا لما أدوس غلط المفروض يظهر لي إن الإجابة بتاعتي صح. تمام. ظهرت فعلا إن الإجابة بتاعتي صح. طيب مثلا لو أنا دخلت على الامتحان بتاعي تاني، أو دخلت على السؤال بتاعي تاني وقلت له صح، هيظهر لي إن الإجابة غلط. تمام. طب لو انا من غير ما اعمل ريفريش ومن غير ما افتح الكتاب وادخل عليه دوست خطأ، هتختفي دي وهتظهر دي. تمام. فدي الفكرة من الموضوع. ولو دوست صح برضو هتختفي دي وتظهر دي. نعمل ده ازاي؟ بكل بساطة انا بدخل على الانديزاين. تمام. عايز اعمل الازرار بتاعت صح وغلط زي ما اتعلمنا في الالستريتور، ان انا عندي اكسبورت سيلكشن. بعمل ريكتانجل بسيط وبكتب فيه كلمة. تمام. يعني ريكتانجل تول، تايب تول. اعمل الريكتانجل، اكتب عليه صح وغلط، اجابة صح اجابة غلط، اروح احدده كده. تمام. بكل بساطة احدده، وكليك يمين اكسبورت سيلكشن، هيتصدر معايا طبعا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. تمام. انا عملت كده بالظبط، وعملت طبعا الازرار بتاعتي. ببدأ ان انا اضيفها ازاي؟ كنترول دي او فايل بليس، الامر اللي احنا بنستخدمه من الاول خالص. بعد كده بنبدأ ان احنا ندوس اوبن. تمام. وابدأ ان انا احدد الاماكن اللي انا عايز انزل فيها الكلام بتاعي. تمام. هبدأ ان انا احدد هنا الاجابة خطأ والاجابة صح، وهخلي طبعا الشكل كبير كده، انتم ممكن تظبطوه حسب الكتاب، ولكن احنا عشان الشرح يكون واضح. وهبدأ ان انا هنا اعمل صح وهنا اعمل غلط. تمام. فكده ده الشكل معايا. طيب انا لما الشكل معايا يكون بالمنظر ده، عندي في تحديد الصور او تحديد العناصر في حاجتين مهمين وفي ناس كتيرة بتغلط فيهم. مبدئيا انا عندي في صح هنا الريكتانجل، تمام، او الفريم بتاع الصورة. تمام.
او عفوا الريكتانجل عموما، اللي هو لو انا دخلت هنا ممكن اعمل زيه الريكتانجل فريم. تمام، انا ممكن اعمل كده ريكتانجل فريم وابدا ان انا احط عنصر جواها. تمام، ولكن دي مش مشكلتنا. انا كل الشرح هنا بتكلم عن موضوع ان انا عندي ريكتانجل تاني ده خاص بالصورة نفسها، بيضغط لي الصورة نفسها. طب انا مثلا لو دخلت على ده وحركته هيطلع بره حدود المساحة اللي انا محددها للايه للصورة. فانا لما بحدد كده وبتحرك. تمام، مش بحدد كده واتحرك. تمام، او بحدد مثلا اصغر كده او اصغر كده، لا. فعشان برضو في ناس كتيرة بتغلط في الموضوع ده، وده حصل معايا فعلا لما دخلت هنا. لو تلاحظوا تلاقوا اخر كلمة اجابة صحيحة متاكل منها حتة. تمام، فاحنا هناخد بالنا من التفاصيل دي لانها بتفرق في الشكل العام للتصميم بتاعكم. تمام. طيب انا عندي هنا، خلينا بس او مش مهم، خليهم كده صح صح غلط غلط. السؤال بتاعي هو انا عايز اخلي المستخدم لما يدوس على صح يظهر له صح، لما يدوس على خطأ يظهر له خطأ. تمام، او انا عندي السؤال اجابته اجابته غلط. تمام، فانا عايز ان خطأ تكون هي الاجابة الصح. تمام. طيب انا بعمل كده ازاي؟ بكل بساطة احنا عندنا من ويندو بنختار انتراكتيف، من انتراكتيف بنختار باتونز اند فورمز، وبنبدأ ان احنا نفتح النافذة دي، ودي النافذة اللي احنا هنتعامل معاها بشكل اساسي. تمام. طيب انا عندي ايه في النافذة دي؟ عندي ان انا بحدد العنصر، وببدأ ان انا ادوس على العلامة اللي تحت خالص دي convert to button، او عادي بدوس كليك يمين عليها، ومن انتراكتيف برضو بختار convert to button، فدي هي دي. تمام، ولكن هنا خلينا نتعامل مع النافذة دي افضل. هدوس هنا convert to button، فالصورة دي اتحولت لزر. تمام. طيب الزر ده هل انا عايزه يكون ظاهر في الاول؟ لا، انا عايز يظهر لما انا اختار، فهعمل له hidden until triggered. تمام. تمام، طب انا عندي الاجابه صح، عايز اعمل معاها نفس الموضوع واعمل لها until hidden until triggered، يعني تختفي لحد ما انا اظهرها بامر معين. تمام. تمام، طب انا دخلت على كلمه صح. تمام، بعد كده هنا الموضوع اختلف شويه، حولتها لبطن. تمام، مفيش مشاكل، ولكن احنا عايزين لما ندوس على كلمه صح يظهر لي ان الاجابه خطأ، ولما ندوس على كلمه خطأ يظهر لي ان الاجابه صح، لان السؤال اساسا اجابته الصح ان هو خطأ. تمام. تمام. طيب انا هنا بكتب صح واحد. تمام، وهنا بكتب بعد ما بحوله طبعا بكتب هنا خطأ واحد، على اساس الصح والغلط بتوع السؤال رقم واحد، لان لو عندي اكتر من اسئله ما يدخلوش في بعض. وباجي هنا على الاجابه غلط بكتب هنا الاجابه خطأ واحد. تمام، وباجي هنا على الاجابه صح بكتب طبعا الاجابه صح واحد. تمام، بعد ما عملت الإجابة بعد ما سميتهم يعني وعملت الإجابة صح، عملتها الإجابة صح واحد. تمام، فكل دول مرتبطين برقم واحد اللي هو رقم السؤال. تمام، كتسمية وكتسهيل علينا في الشغل. طيب أنا دوست على صح. تمام، عندي هنا الايفنت اللي هو ايه اللي هيحصل، يعني انت ازاي عايز تتفاعل مع الزر ده. هقول له لما ادوس عليه اون كليك. تمام. طيب الاكشنز اللي هيحصل هقول له شو او هيدن او شو او هايد باتونز اند فورمز. تمام، هيبدا يظهر لي كل العناصر اللي انا ضفتها وسميتها. تمام. طيب هنا ايه اللي هيظهر لما تدوس على الصح؟ انا عايز اللي يظهر بالظبط ده، طبعا الصح والغلط هيكونوا ظاهرين معايا. تمام، الاجابتين. تمام. طيب واللي عايزه يظهر هو الاجابه لما ادوس صح. هل السؤال صح؟ لا، غلط. يبقى اللي عايزه يظهر الاجابه خطأ. تمام، وده طبعا مش هيظهر معايا. تمام، مش هنلغيه، لا احنا هنخليه موجود بس مش ظاهر. تمام. تمام، طب لما ادوس على خطأ هنبدأ نعمل نفس الموضوع اون كليك، والاكشن هنختار نفس الاكشن شو هايد، وهنبدأ ان احنا نخلي صح وغلط ظاهرين مفيش مشاكل. ولكن انا لما ادوس على غلط ايه اللي يحصل؟ يظهر لي الاجابة ان هي صح، والتانية هخليها ايه؟ هخليها ما تظهرش معايا. تمام، فنبدأ ان احنا نختبر الموضوع ده مع بعض، ودي ابسط طريقة ان انت تعمل بيها اسئلة صح وغلط واسئلة تفاعلية. تمام، انا اروح على فايل واختار اكسبورت، وبعد اكسبورت اروح اعمل سيف واتاكد ان هو انتراكتيف. بعد كده هيقول لي طبعا do you want to replace، اقول له تمام ريبليس، وهنعمل طبعا اكسبورت. تمام، نستنى لما يعمل اكسبورت. طب انا عندي في مشكله بتحصل وانا بعمل اكسبورت، خلينا نتكلم فيها سريعا. بيقول لي انت رابط مثلا الصفحات بتاعتك
بحاجه معينه هو مش لاقيها. تمام. فدي بتكون انت غيرت اسماء من اللي انت عاملها طبعا في الفايل بره او في الفولدر بره. فبتروح بس كل الموضوع بتروح على ويندو، بعد كده بتروح على لينك. تمام. وبتختار هنا المكان ده بيكون ظاهر لك عليه مثلث، بتدوس عليه وبتحدد مكان الملف بعد ما اتنقل. لو نقلت ملفات من دي، الملفات دي اللي انت حاططها بره. تمام. تمام. فدي طبعا مش مشكلتنا حاليا. انا عندي بطلع على الديسكتوب وباخد الملف بتاعي بعد ما طبعا اتعدل واتعمل فيه طبعا الاوامر اللي احنا عملناها، وبنروح على الاختبار بتاعنا وبندوس هيتعمل المعالج مع مش عارف ايه. الاجابه، نفترض ان انا اخترت اول مره وحليت صح، هيظهر لي الاجابه صحيحه. طب نفترض ان انا اخترت غلط، هتختفي دي وهتظهر لي الاجابه خطا. تمام. تمام. طب احنا مش عايزين بالشكل ده، لا احنا عايزين الاجابه تظهر في مكان واحد عادي، مفيش اي مشاكل. بتحط دي فوق دي. تمام. تمام. بس مفيش اي مشاكل في ده، بتحدد دي فوق دي عشان الاجابه تظهر في مكان واحد، ما تظهرش واحده تحت وواحده فوق. تمام. فدي برضو بترجع لتنسيقك انت في السؤال، انت عامل السؤال تنسيقه ايه، وعامل مكانه فين، وعامل مكان الاجابه فين، وعامل مكان التعزيز اللي بيظهر فين. فدي كده موضوع الاختبار بشكل بسيط خالص. طبعا احنا كده وصلنا لاخر خطوه، وهي اضافه الازرار. بعد كده ازاي نعمل اكسبورت للمشروع بشكل منظم، وكده نكون خلصنا موضوع الكتاب. لكن انتوا شايفين ان انا لسه عامل 3 صفحات، ففين المشروع النهائي؟ المشروع النهائي المفروض مع الخطوات اللي احنا عملناها من تنظيم النص واضافة الغلاف وتظبيط المحتوى والاعدادات وكل اللي اتشرح في اول الفيديو حتى الان، او من اول الفيديو حتى الان، المفروض انتوا تاخدوا الكلام ده تطبقوه على اللي انتوا بتعملوه. تمام. انا بس كل اللي عطلني في الموضوع ان المحتوى بتاعي لسه مش جاهز، والا كنت طبعا ظبطت المحتوى الفهرس، وظبطت طبعا عندي المحتوى بشكل كامل، وخلصنا الكتاب وصدرناه. تمام. فكل الموضوع هنا ان انا عايز اضيف العناصر بتاعتي او الازرار بتاعتي. بدخل طبعا بعمل ماستر تاني. تمام. وببدأ ان انا احدد الماستر ده، ممكن نسميه مثلا buttons. تمام. وبعد كده بحدد طبعا ان هو يكون سبريتس. تمام. اللي هو صفحتين جنب بعض يعني. وابدا ادخل على الماستر ده. تمام. طيب ايه الهدف من ان انا عملت ماستر تاني؟ ممكن ان انا من غير ما اعمل ماستر تاني كمان، يعني عادي لو انا ما عملتش ماستر تاني ودخلت على اي ماستر من اللي انا عاملهم، لو دخلت على بيرنت ايه مثلا، وبعد كده دخلت هنا عملت كنترول دي، ودي الازرار طبعا صدرناها بنفس الاسلوب. وبعد كده رحت محدد المساحة بتاعتي هنا. تمام. وحددت كمان، عايزين نحدد بس مسافاتنا بالظبط، وبدأت ان انا احدد الازرار بتاعتي ان هي تاخد المساحة دي. تمام. حد ممكن يسألني طيب انا حاليا عامل 3 ازرار، فكده انا عامل زرار السابق بس. احنا الزرار ده عموما كده هناخده. تمام. الت وهننسخه هنا. تمام. وبعد كده هنحدده تاني. تمام. والمفروض ان احنا هندوس شيفت ونغير الزاوية بتاعته، وكمان ندوس شيفت ونغير الزاوية بتاعته نلفه 180. تمام. تمام. عشان يوفر علينا في موضوع التصدير شوية. طب انا هعمل ايه؟ انا هدوس على الزرار ده كليك، وبعد كده كليك يمين، بعد كده انتراكتيف، بعد كده convert to button. ولكن انا مش هعمل هنا هايد وشو والكلام ده كله، لا انا عندي هنا اسلوب احسن. تمام. او مش احسن، هو ابسط من اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انا عندي هنا فتح نفس النافذة، ولكن احنا هنسميه هنا مثلا الفهرس. تمام. تمام. وبعد كده عندي هنا في الايفنت هخليه اون كليك. طب والاكشن اللي هيحصل؟ هيوديني لصفحة معينة، جو تو بيج. انا عندي الفهرس هو صفحة رقم كام؟ هو صفحة رقم 2. تمام. انا ما عنديش عدد صفحات كبير. تمام. طيب لما الفهرس يكون صفحة رقم 2، فانا لما ادوس على الزرار ده في اي مكان في الصفحة هيوديني للصفحة رقم 2، هو ملوش دعوة. تمام. طيب هدوس على ده وهعمل نفس الخطوة، ان انا هدخل ده هنا في البوتون اند فورم. وبعد كده هختار هنا هوم. تمام. هكتب كلمة، او مثلا نختار الصفحة الرئيسية. تمام. وبعد كده هعمل اون كليك وهعمل الاكشن يروح طبعا ل go to first page، او ممكن ان انا اختار هنا صفحة واحد. تمام. بس خليها go to first page، مفيش مشاكل. تمام.
طيب هنا الموضوع هيختلف شويه، لان انا هروح على الزرار ده وهبدا ان انا اعمل نفس الخطوه، وهبدا ان انا اعمل الاكشن. هخليه طبعا الايفنت اون كليك الاكشن بتاعي. هنا ده هيرجع لورا، فهخليه جو تو بريفيس بيج، تمام، ان هو هيرجع لورا. طب التاني انتراكتيف باتون، بعد كده جو تو المفروض تكون نيكست بيج. تمام. تمام. فهنا احنا ظبطنا الازرار بتاعتنا، عايزين نبدا نختبرها. بندوس على فايل، بندوس على اكسبورت. انا طبعا جللت صفحات الكتاب عشان يكون الاكسبورت بتاعنا اسرع. نتاكد ان احنا عاملين انتر اكتيف. تمام. وهشرح لكم الحته دي في الاخر اكتر، واحنا خلاص يعتبر وصلنا لاخر الفيديو زي ما انتم شايفين. هيبدا طبعا يتصدر معايا المشروع. في غلطه عندي ان انا نزلت الفريم لتحت شويه، تمام، فدي هتكون غلطه في التصدير هتظهر لنا. تمام، يعني الفريم زي ما انتم شايفين هنا الشكل بتاعه مش ظابط لان نزلته لتحت بالغلط. تمام. وما طبقتش البيرنت او الماستر على كل الصفحات. تمام. فانا هبدا ان انا ادخل على البيرنت تاني، واغير طبعا احدد الغلاف بتاعي زي ما كان عشان ما يكونش فيه اي مشاكل، وهاخد البيرنت ده. تمام. هو كده كده متطبق معايا مفيش مشاكل. تمام. هو اللي انا كنت اقصد ان انا محددتش العناصر عندي واديتها الصفحه التانية. تمام. فمفيش مشاكل عادي. هنبدا ان احنا نحدد العناصر بتاعتنا. تمام. ندوس على شيفت ونحدد، ندوس على شيفت ونحدد بعد ما عملنا الاعدادات بتاعتها والخصائص بتاعتها. بعد كده هننزلهم هنا. تمام. بكل بساطة، وما عنديش اي مشاكل في ترتيبهم او في المحتوى. بعد كده خلاص هدخل اعمل اكسبورت تاني. تمام. وهيحفظ معايا المشروع، وطبعا نعمله بيج مش طبعا سبريت عشان ده هيتعرض على الموبايل، وبأكد على الموضوع ده اكتر من مرة. هيبدأ ان هو يكسبورت طبعا، وهنبدأ ان احنا نختبر التفاعل بتاع الازرار. هو كل الموضوع ان هي فكرة انت بتاخدها بتطبقها على المحتوى عندك ايا كان هو ايه. تمام. يعني مش لازم ان انت تعمل نفس الموضوع بالظبط او نفس النظام بالظبط، لا، هو حسب الكتاب عندك وحسب المحتوى عندك ماشي ازاي. انا عندي هنا لو دوست على الفهرس المفروض يفتح لي الصفحة بتاعت الفهرس. تمام. لان انا كده كده واقف فيها فمش هيفتحها. تمام. ودي الصفحة رقم 2، دي مربوطة برقم 2. طب لو دوست على الصفحة الرئيسية هيدخلني على الصفحة الرئيسية. طب لو دوست على الصفحة السابقة هيدخلني على الصفحة الرئيسية برضو لأن دي الصفحة اللي قبل دي. تمام. ولو دوست على التالي هيدخلني على الصفحة الفاضية اللي هي كده. طب أنا لو ضفت مثلا عملت انسيرت وضفت لي 30 صفحة كمان، وهنا الأفتر طبعا يضيف بعد 3، مفيش أي مشاكل في ده. هيضيف لي نفس العناصر ونفس الترقيم ونفس الأزرار في كل مكان في الكتاب لحد طبعا آخر صفحة. تمام. تمام. فده طبعا الفيديو اللي فيه كل العناصر او عفوا كل الادوات اللي انت هتستخدمها في انشاء كتاب منظم، وزي ما انتم شايفين الشكل معايا ينقصه المحتوى فقط. انا عندي هنا لما بصدر المشروع بتاعي مش بصدره من اكسبورت عادي كده، لا، اكسبورت انت بتصدر بيها عشان تطلع الملف الانتراكتيف. ولكن انت لما بتصدر المشروع بتعمل اختيار اسمه باكج. ليه باكج؟ عشان لما ادوس على باكج هنا طبعا بيقول لي ان انت عندك مشكلة. تمام. فبدوس على باكج، وبعد كده بعمل سيف، وبعد كده بدخل على الديسكتوب وبعمل سيف باكج. تمام. هو عايز يعمل فولدر، بتقول له اعمل فولدر. والمشكله كانت زي ما وضحتها لكم اللي هو في موضوع اللينك اللي انت رابط محتوى. تمام. محتوى معين رابط زرار معين، والملف بتاع الزرار ده بره او الصوره بتاعته اتغيرت مكانها، او مثلا اسمها مثلا اتغير. تمام. طيب خلينا نجربها مع بعض، بس اشرح لكم الحته بتاعت الباكج الاول. ده الباكج. تمام. بتفتحوه بيكون هنا رابط لي كل ملفات المشروع في مكان واحد. تمام. اذا كانت الخطوط المستخدمه، او اذا كانت طبعا الفريمات اللي انا استخدمتها او الصور او ايا كان. في كل ما كان الكتاب بتاعك كبير كل ما الملفات دي كانت هتهمك، وبيصدر لك ملف للمشروع، وبيصدر لك طبعا ملف للانديزاين لو حابب انت تدخل عليه. تمام. هنا بنغيرها بنخليها اوبن ويز، وبنحدد طبعا على الانديزاين، هو بس مش مكتشف البرنامج. تمام. نروح على ادوبي بعد كده 2023. تمام. الخطوه دي لو الملف مش ظاهر عندكم كده ابدا ان هو يحدد لي ايه مشروع الانديزاين. تمام. طيب انا عندي البي دي اف اللي اتصدر ده مش انتر اكتيف، فبعد ما بعمل باكج مش بعتمد البي دي اف ده بيكون بي دي اف بس محطوط فيه الكتاب عادي ككتاب مش تفاعلي. فانا ببدا ان انا ادخل تاني واعمل اكسبورت، الامر اللي احنا بنعمله من بدري، وبعد كده اكسبورت
وبحدد الخصائص اللي انا عايزها في الاكسبورت ده اللي احنا شرحناها واتكلمنا فيها، وبحدد ان هو يكون انتراكتيف. باخد الملف ده وبحطه هنا مع الملفات العادية بتاعتي، وبسلم ملف المشروع طبعا كباكج فيه كل اللي انا مستخدمه في ملفات المشروع. اعتقد كده ان احنا غطينا موضوع الانديزاين بشكل كامل، مع الفيديو الاول طبعا اللي فيه امر بليس بالتحديد والتعامل مع النصوص اكتر والتعامل مع الصور اكتر. ومع الفيديو ده فانت كده معاك برنامج الانديزاين في جيبك، يعني انت كده مش عايز اي حاجه تاني في البرنامج غير الفنيات الخاصه بالطباعه، الفنيات الخاصه بالباراجراف ستايل، الليله دي كلها انت مش عايزها دلوقتي. فده كان فيديو النهارده، متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وانتظر الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وشارك الفيديو مع ناس تكون مهتمه بيه.